ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو جديد في قناه شيماء جمال تي في، يا رب يعجبكم ان شاء الله. وندخل في الموضوع على طول كالعاده، ويلا نشوف هنعمل ايه. انا بدات اليوم من اوله. كان المطبخ كنت مشطباه من امبارح، ما بحبش اصور الاجزاء اللي يعني خلاص يعني اوريدي هي متشطبه وجاهزه، لان انتوا كده ما استفدتوش حاجه يعني. وانا استفدت ايه من لما بتصوري لي حاجه متروقه؟ بس معلش يعني مش بعملها كتير، بس في اليوم ده صدفه ان انا كنت يعني مشطبه المطبخ، يعني مش هروح ابوظه عشان اصور يعني. ف بما ان المطبخ ما فيش اي حاجه معايا، فهندخل في الاكل على طول. زي ما انتوا شفتوا السمك كان مغسول ومنقوع في ليمون وملح، وكمان السجاده كنت غسلاها يعني. بس التليفون تقريبا الشاشه كانت عايزه تتمسح، طالعه مشبره شويه، بس السجاده بتاعه المطبخ كنت غسلاها. يعني الدنيا متشطبه خالص عندي. وهحاول ما اعملش كده تاني. يعني انتوا عايزين تشوفوا وانا بروق وانا بعمل عشان تتحمسوا وتتحفزوا، بس معلش عدوها المره دي. هدخل في الحلو الاول. انا كنت نقع السمك في الحوض زي ما انتوا شفتوا في خلطه النقع. ملح ومعلقه من الطحينه وليمون، وسبتهم كده في الحوض. بس انا هعمل الحلو الاول علشان عايزاه يتحط في التلاجة علشان يجمد لحد ما اخلص السمك عشان اعرف اقدمه لكم. هنعمل اللي انا وريته لكم دول. كانت معلقه، لا كوبايه من السميد بتاع البسبوسه، وكوبايه لبن اللي انا وريتهم لكم هناك. جيت هنا على البوتاجاز وانا بعمل، الكاميرا ما كانتش شغاله، فانا عملت في الطاسه الصينيه بتاعتي عادي، بس لقيت الكاميرا مش شغاله، فقلت هعمل لكم في شويه صغيرين. جبت كوبايه من السميد. سيبكم الكميه الصغيره اللي انا بعملها دي، بس انا عشان اوريها لكم، لان انا عملت ولقيت الكاميرا مش شغاله. كوبايه من السميد هحمرها كويس جدا جدا في معلقتين من السمنه. تحطي المعلقتين السمنه، وبعدين تنزلي بكوبايه السميد لحد ما تتحمر ويبقى لونها ذهبي. تحمريها زي كأنك بتعملي الكنافه بالظبط. وبعدين قبل ما ابدا في التحمير، انا كنت حاطه كوبايه ميه مع كوبايه سكر، كوبايه ميه مع كوبايه سكر في الكازرولة اللي هناك دي، لحد بس ما غليوا غلوه مع بعض ودابوا مع بعض. بعد ما حمرت الدقيق السميد ده، رحت نازله عليه بكوبايه السكر، بالميه بالسكر وكوبايه لبن. فهمتوا حاجه؟ والنبي صدقتوا لما بتقولوا انت بتاكلي الوصفات. هقول تاني. انا اول حاجه جبت كوبايه الميه مع كوبايه السكر وحطيتهم يغلوا مع بعض. بعدين في طاسه تانية حطيت معلقتين من السمنه، وحمرت فيهم كوبايه السميد اللي معايا. بعد ما اتحمروا خالص، نزلت عليهم بكوبايه من اللبن وكوبايه السكر اللي احنا غاليينها. بعدين هتفضلي تحمري فيهم لحد ما يبقوا كده، وهتفرديهم في الصينيه زي ما انا عملت كده بالظبط. بعدين هنعمل الكريمه الكدابه. جبت كوبايتين من اللبن وعليهم معلقه كبيره من النشا و3 معالق من السكر. خدي بالك من السكر لان احنا حاطين سكر في البسبوسه، فانا حطيت بس 3 معالق على الكوبايتين، ومعلقه نشا. وممكن تحطي فانيليا في المرحله دي، هتعملي زي المهلبيه كده بس خفيفه شويه عشان تعرفي تفرديها على الصينيه. يبقى هنعمل الكريمه كوبايتين لبن، معلقه من النشا كبيره، و3 معالق سكر. طبعا التحليه في كل حاجه على حسب الرغبه، بس ما تكتريش لان احنا حاطين سكر في البسبوسه علشان الحلايه ما تبقاش زياده. يعني حاطين سكر هنا وسكر هنا، يبقى نقلل السكر اللي هنا ونقلل السكر اللي هناك. يعني دي محطوط عليها كوبايه من. حمري البسبوسه كويس قوي عشان ما تبقاش معجنه، عشان انا حاسه ان هي عجنت مني شويه، عشان انا ما صبرتش عليها تقريبا. بصوا يا جماعه، هقول لكم رايي فيها بعدين.
على فكرة الوصفة دي طالعة ترند قوي على التيك توك، اي حاجة بتطلع ترند على التيك توك فبجربها قبل ما انتوا تجربوها عشان مش كلنا نعك. يعني واحدة بس تعك وتقول لكم نتيجة العك ده ايه. هنحطها في التلاجة لحد ما تجمد وبعد كده هنقطعها. نيجي بقى للسمك، هنجيبه بعد ما غسلناه. بصوا للسمك عامل زي المراية شوية وهينطق من كتر النظافة. عصرين عليه ليمون ومعلقة من الطحينة ودقيق، يعني خلطة النقع اللي انا بستخدمها على طول. وزي ما انتم شايفين كده حط عليه ليمون. هنقشر التوم عشان زي ما انتم عارفين برضو، ما انتوا خلاص حفظتوا ان انا ما عنديش توم في الفريزر، بس يعني السنة دي هحاول اعمل نص كده ونص كده. تعالوا بقى اما اقول لكم على حاجة. انا قلت لكم مش هعمل فيديو مشتريات. ليه مش هعمل فيديو مشتريات؟ علشان زي ما انتم شايفين الوضع والدنيا غالية وكده، والناس ممكن تتضايق تقول احنا في ايه ولا انت في ايه وانت مش مراعية مشاعر الناس ومش عارف ايه. فناس كلمتني على الفيسبوك قالوا لي فيديو المشتريات احنا بنستناه. يعني اكتر حاجة الناس بتحب تتفرج عليها هي فيديو المشتريات. وعلى فكرة وانا واخدة بالي من ده، انا ما بقيتش عارفه يعني. انا واخده بالي ان فيديو المشتريات هو بيجيب مشاهدات كويسه والناس بتتابع من اول دقيقه لحد اخر دقيقه، ومده المشاهده بترفع لي القناه لفوق، رينك القناه يبقى فوق خالص. فمعنى كده ان الفيديو ده بيعجبكم. طيب لما بنيجي نعمل فيديوهات المشتريات بنلاقي الناس بتنتقد زياده وبتقول انتوا مش مراعيين الناس وانتوا جايين من كوكب اخر وانتوا في عالم موازي ومش عارف وكلام من هذا القبيل. انا قلت لكم الفيديو اللي فات مش هعمل فيديو مشتريات، انا بس كام حاجه جبتها هوريها لكم. فقالوا لي لا احنا عايزين فيديو مشتريات، اعملي فيديو مشتريات احنا بنستناه. فانا بصراحه مش عارفه ارضي مين ولا مش هرضي مين. فانتوا لو عايزين فيديو المشتريات هعمل فيديو المشتريات، لو مش عايزينه مش هعمله. بس ما خليكم يعني قولوا لي هنا في الكومنتات علشان اعرف النسبه. لو حد كتير قال لي اعملي فيديو المشتريات هنزل لكم في فيديو المشتريات. لو قلتوا لي لا يبقى هدخل شويه من الحاجات اللي يعني كام حاجه كده في فيديو من اي فيديو من بتوع رمضان ان شاء الله باذن الله. وخلاص وكده وخلصنا. فانا بقول الحاجه مش عشان انا مش عايزه اعمل كده، بس عشان انتوا ما يعني في ناس ممكن تتضايق، فعشان انتوا ما تتضايقوش. بس بما ان انتوا عايزين فيديو المشتريات انا ما عنديش اي مشكله اعمل فيديو مشتريات. فانتوا ايه رايكم؟ بس قولوا بقى في الكومنتات. مش يعني ناس تتفرج على الفيديو وما يعني فيش اي تفاعل معايا ليه؟ قولوا لي عايزين فيديو المشتريات ولا لا. فانا هاخد من الكومنتات وهعمل. عايزين مش عايزين. انا والله العظيم ما كنتش هعمل، وقلت لكم مش هعمل، والسنه دي مش هعمل تفريزات ومش هعمل مشتريات. بس اديني زي ما انتوا زي ما قلت لكم لو عايزين هعمل. دلوقتي بقى احنا تبلنا السمك زي ما انتوا شفتوا، التوم مع الكمون مع الكزبره مع الملح. لو عندك فلفل حراق حطيه، بس انا عشان عندي اطفال فما حطيتش. وده كل السمك اللي هعمله مقلي وسنجاري كله تبلته بنفس التتبيله. وبعدين هعمل الخضار اللي انا هحطه في السنجاري. بشرت جزر وحطيت فلفل الوان وطماطم وبصل جزر، كل الخضار اللي عندك. بس طبعا ما تحطيش خيار علشان الخيار مش بيدخل الفرن. احنا عملنا جزر وطماطم وفلفل الوان، ولو فلفل اخضر حراق يا سلام يا سلام. وبعدين حطيت بصل وحطيت معلقة من التوم اللي احنا عملناه وعصر ليمون كتير. طبعا سليان بتشاركني في كل حاجة وانا بقطع الخضار. هي بلانشة وانا بلانشة، هي تقطع وانا اقطع، وانا بعمل الليمون انا اعمل واحدة وهي واحدة. يعني اجارك الله لما تكون بنت وداخله كده في كل حاجه. هي بالنسبه لها كده ان هي بتساعد، وانا بالنسبه لي كده ان انا بتعطلني جامد. والليمون اللي انا عصرته كمان رحت وسبته في الخلطه بتاعه الخضار دي. نيجي بقى لورق الزبده. ورق الزبده يعني ما شاء الله عليه ما شاء الله عليه. احنا بنحط الحاجه عشان ما تلزقش، بتلزق في ورق الزبده. وحطيت معلقه من الزيت عشان ورق الزبده ما يلزقش، هيلزق برضو معرفش. يعني هي الفكره منه ان انت تحطي فيه الحاجه والحاجه ما تلزقش، لا هو ياخد الحاجه ويلزق بيها ما شاء الله. يعني بعد ما تحطيه في ورق الزبده هتغلفي كده وتعمليها سمكايه بورق الفويل زي ما انتم شايفين كده. وبعدين هنجيب الخلطة اللي احنا عملناها من الخضار ونحط كتير كتير على حسب مزاجك. بس على فكرة بتبقى الخلطة دي طعمها حلو قوي قوي قوي، بتتاكل بالعيش حاجة تحفة كده.
وبعدين هنحطها بقى في الفرن. قبل ما احطها في الفرن رشيت عليها رشه زيت خفيفه كده. لو انتي مش هتعملي سلطه، يعني انا الخلطه الباقيه دي سبتها سلطه خضراء عاديه، لو انتي مش هتبقي منها ممكن تحطي الزيت في الخلطه نفسها وتقلبيه، بس انا عشان هاخد منه للسلطه وما بحبش الزيت في السلطه الخضراء العاديه، فحطيت رشه من الزيت فوق السمك كده قبل ما احطه. لو والخلطه الباقيه دي ممكن هنقطع عليها خيار كده وهتبقى سلطه خضراء عاديه. السمك بقى اللي هيتحمر هنحطه في الدقيق، هنغلفه. الدقيق بحطه ساده ما فيهوش اي حاجه، ولا فيه بقسماط ولا فيه رده ولا فيه نشا ولا فيه اي حاجه، دقيق بس عادي ما فيهوش اي حاجه. هنعفر كده السمك بيه، وبعدين والزيت يبقى سخن قوي وهننزل بالسمك. قبل ما نحمر السمك هنعمل الرز لحد ما نحمر السمك يكون استوى. هنحط معلقتين من الزيت وهننزل بالبصل، وهنسيب البصل بقى يتحمر كتير كتير. كل ما تحمري الزيت البصل اكتر كل ما اللون بتاع الرز هيتظبط معاكي اكتر. يعني اهو بصوا اللون كده بقى بني غامق، يبقى الرز هيطلع بني غامق. لو انت عملتيه احمر من كده الرز هيطلع اغمق من كده. وكل واحده بقى وشطارتها، بس انا ما بحبوش يبقى يعني البصل ما بحبوش يبقى محروق. يعني كده بالنسبه لي كويس جدا واللون كويس جدا. هحط الميه بتاعتي وهسيبها تغلي غلوتين لحد ما لون البصل ينزل في الميه، وبعدين هنزل بالرز وهسيبه يغلي، وبعدين هوطي عليه وبس كده. الرز خلاص يعتبر اتعمل معانا، هنسيبه بس يستوي. لحد ما هو يستوي هكون انا حمرت السمك والسنجاري في الفرن لان هو بياخد وقت اطول. فلحد ما الرز يستوي هنحمر السمك. دي ميه عاديه ما فيهاش اي حاجه برضو، وحط فيها السمك، بس حط فيها السمكه كلها، لان لو بليتي جزء بالميه والباقي سبتيها تبقى مبقعه، فاما تبليها خالص يا اما تحمري كده على طول خالص. وكده كنت عملت سلطه الطحينه والسلطه الخضراء زي ما انتوا شفتوا. ده السمك السنجاري. السمك السنجاري حلف بالغاليين، ما هو طالع من ورق الزبدة، هو حبيبي وانا حبيبه ومش طالع منه، لزقوا في بعض وسبتهم قدمتهم كده، واللي هياكل بقى يبقى ياكل ويتصرف. ورق الزبدة سيء جدا جدا جدا. وده الرز الصيادية اللي احنا عملناه. وكنت مقرره ان انا ما اكلش الرز زي ما انتم شايفين، ما غرفتش ليا اهو عشان الدنيا تقل معايا شويه في الوزن، بس يعني اخدت لي معلقتين وخلاص. وكده كان الفيديو بتاعنا سلطه طحينه، سلطه خضراء، السمك السنجاري، السمك المحمر المقلي، والرز. وبس كده الفيديو خلص. يا رب يكون عجبكم. اشوفكم فيديو لا 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 لسه الفيديو ما خلصش. الحلو اللي احنا عملناه في الاول لازم اوريهولكم. وانا كنت هاكل الفيديو كده وهاكل عليكم الحلو وهاكل عليكم رايي في الحلو. اقول لكم على حاجه بمنتهى الصراحه، انا ما عرفتش احكم على الحلو ده، يعني مش عارفه احكم عليه حلو ولا. طعمه الميكس حلو قوي قوي قوي، بس في حاجه مش مستساغه في البسبوسه. يعني ممكن انت لما تعمليه احسن مني. ممكن البسبوسه انا ما حمرتهاش كويس، بس والله حمرتها زي ما انتوا شفتوا كان لونها ذهبي قوي. لا انتوا بقى زودوا تحمير البسبوسه في السمنه. يعني في الاول واحنا بنحمر البسبوسه مع السمنه زودوا نسبه التحمير شويه اكتر من اللون اللي انتوا شفتوه، عشان انا حاسه ان هي مديه معايا ذره تعجينه كده، او ممكن ما تكونش معجنه، او يمكن تكون هي الوصفه كده. اصلا انا اول مره اعملها. الميكس الكريمه او المهلبيه مع البسبوسه طعمه حلو قوي قوي، والسكر كان خفيف وطعمها حلو، بس البسبوسه فيها حاجه مش مستساغه. مش عارفه يعني، عارفين احط ايدي عليها اقولها لكم على طول، بس انا والله مش عارفه احط ايدي عليها، مش عارفه فين المشكله. بس الميكس ممكن يعجبكم قوي قوي، وممكن تعملوه احسن مني مليون مره، بس انتوا دوسوا على ايدكم شويه في تحمير البسبوسه. وكده الفيديو خلص. يا رب يكون عجبكم. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. سلام.